تعالى اوريكم ازاي الفانوس ده بيتعمل. شهر كل مسلم في كل مكان بيستناه، ولكن أجواءه وروحانياته في مصر غير أي مكان تاني في العالم. بلد أهل الطيبة والكرم، ومن أكتر المحافظات المشهورة بأجواء رمضان في مصر هي القاهرة، لأنها العاصمة وأكبر مدينة عربية من حيث عدد السكان والمساحة. مدينة الألف مأذنة اللي مشهورة بصناعات يدوية كتير، ولكن في الفيديو ده هنتعرف على صناعة فانوس رمضان اللي بقى علامة من علامات رمضان. رحنا مناطق مش عادية عشان نشوف صناعة الفانوس وأجواء رمضان، ومن أشهر المناطق دي السيدة زينب. أهلا بيكم في السيدة زينب. منطقة السيدة زينب واحدة من أشهر المناطق الشعبية في القاهرة اللي معروفة بأجواءها الرمضانية وناسها الطيبين. والنهاردة جايين نتعرف على صناعة مش ناس كتير بتتكلم عنها. النهارده احنا في واحده من اقدم الورش اللي بتعمل فوانيس رمضان، وجايين عشان نشوف ازاي الفانوس ده بيتعمل. اهلا وسهلا بيكم في ورشه فوانيس ام ابراهيم السيده زينب. أنا اسمي محمد، شهرتي بطيخ. انا اسمي خليل. احنا هنا شغالين من واحنا صغيرين، وارثين المهنه عن مش وارثين، يعني شغال مع بابايا، وبابايا كان من قبلها وارثها عن جده. صناعة فانوس رمضان من أيام العصر الفاطمي، والفانوس رمضان هو معروف من أيام العصر الفاطمي. زمان كانت الفوانيس كانت صغيرة وكان شكل واحد، دلوقتي بدأ فيه كذا شكل وكذا نوع وكذا صنف وكذا اسم. كان الأول هم نوعين بس 3 وكانوا كلهم صغيرين، دلوقتي بقى في أشكال وألوان وأحجام ممكن لحد 3 متر. وصناعة الفانوس بتعدي على مراحل كتير. أول مرحلة هي مرحلة التخريم. دي مرحلة التخريم، ده ضلع بتاع الفانوس، ودي الصمة بتاعته. بعد ما بيجيبوا شرايح الصفيح بتتقص وتتخرم عشان تاخد شكل رسمة الفانوس. وتاني مرحلة هي السمبكة. دي السمبكة، ده عور ماشي، قعر الفانوس بنسمبكه هلاله نجمة. وتالت مرحلة هي الكردنة. بيتقص الصفيح، بعد كده يتخرم على المكبس، بعد كده يسمبك، بعد كده يجيلي أعمله الطراز ده. ورابع مرحلة هي تاني الصفيح. وخامس مرحلة ومن أهم المراحل وهي اللحام. دي المرحلة النهائية للفانوس، بس على كذا مراحل. الأدوار بتركب فوق بعضيها. بعد كده بيجيبوا الإزاز الأبيض الخام وبيتقص وبيتلون، وبعدها بيتحط في الفانوس، وبكده يكون الفانوس وصل لشكله النهائي. وسألناهم هل ممكن في يوم من الأيام الفوانيس الصيني تغطي على الفوانيس المصرية؟ بالنسبة للفانوس بتاعنا يعني الفوانيس الصيني ما تأثرش فيه، ولا الفوانيس اللي هي الجديدة اللي هي الخيامية والكلام ده كله. يعني الفانوس بتاعنا المصري هو بهجة رمضان، هو فرحة رمضان. يعني تشوف الفانوس بتاعنا ده كده تحس بروحانيات رمضان. ودي كانت حكاية فانوس رمضان. وبمناسبة دخول شهر رمضان الكريم، الفانوس اللي في ايدي ده هديه لحد من اللي هيعملوا كومنت على الفيديو ده هدية. وبكده يكون الفيديو ده خلص، ولكن مغامراتنا وحكاياتنا ما خلصتش. ورمضان كريم وكل سنة وانتوا طيبين.